ولكن كيف معناها السيد العميد معناها ما عاوناش. في كل مرة نوشك أن نوصلوا الحل إلا وتشعل من جديد. احنا عندنا قداش كلية من بن قردان حتى البوزار، وكلهم في قالب بعض وقاعدين يحلوا في مشاكل. كان المشكلة هذه من اللي بدات ما حبتش تنتهي، وما يتعاونش معنا بالباهي في الأمن. السيد العميد أنا صبرت برشا ونحب نقول هذا قدامكم قدام المواطنين. معناها يجي مع المجلس العلمي في أكثر من وسيلة علمية، يبدأ يتحدثوا في الجرايد الأمن ما حضرش. نحن نبدو معناها الحرس الوطني يبدأ واقف، قولوا له ندخلوا، تطلبنا ندخلوا، لا ما تدخلوش، احنا ما ندخلوش حرمة كلية، تعرفوا هذا تراتيب الجاري بها العمل، لأنه أنت لاهي بالمكان العمومي الطريق العام ولا غيره، لا ما تدخلوش. لكن في التصريح البرة يقول الأمن ما حبش يتدخل وخلاها كلت بعضها داخل الكلية. من ناحية ثانية معناها العميد في عوض باش يتعامل مع رؤسائه اللي هو رئيس الجامعة نتاعو ثم الوزير الفوق يتعامل معنا مباشرة. نكلم رئيس معناها أنا وليت نعمل فيه باش نبحث على شنو اللازم، نتصل برئيس الجامعة يا ولدي نتدخلوا، ثم مشكلة، لا ما ثماش يا عميد، ثم مشكلة، ثم يجوا يمشوا يقربوا القراب، لا ما تتدخلوا ليش. يعني في شيء من ما ثماش جدية. نحب نقول اللي أنا كوزير مجمل التعامل مع هذه القضية ورجحوا رغبة في إطالة هذه الوضعية من طرف إدارة الكلية. مانيش شايف اللي إدارة الكلية حريصة على إنهاء هذا المشكل، وين تجيها المشكلة هذه قريب باش تنتهي إلا وتصير مشكلة. بحيث في الكلية عندنا مشكلتين، مشكلة مع هالشباب اللي يمارس في الغلو واللي يحب يفرض قانون ويحب يخرق التراتيب وبالنقاب ومش عارف ايش وكذا، ومشكلة إدارة كلية لا تتعاون ولا تريد أن تساعدنا على الحل، وفي كل لحظة أول ما تضرب تقول المشرفين على الأمن، بحيث الموضوع سياسي بحت. مش تقول الأمن اللي كان فهمت سيدي بجنب الكلية ما حبش يتدخل ولا حاجة ولا لا، تقول سلطة الإشراف، لأنه يعني الموضوع سياسي مباشرة. سلطة الإشراف نتاع الأمن الوزير نتاع الداخلية اللي كذا، فالموضوع مسيس حد النخاع، وهذا هو مشكل. وإذا أردنا أن نوجد حلا فيجب أن تخرج السياسة من هذه الكلية، تخرج السياسة من الإدارة، كما تخرج أيضا من هذا الشباب اللي أدعوهم بالمناسبة أنه وراه طريق مسدود اللي ماشيين فيه، وراه له هذا باش يخدم بلادهم وله باش يخدمهم وله باش يخدم الإسلام اللي يظنوا أرواحهم قاعدين وربما معناه باش يمثلوه بجدية. على كل حال فيما يتعلق بالعملة هذه نتاع العلم، هذه عملة ما يشبهها بالكل، وهي ستأخذ طريقها والمحاكم ستأخذ طريقها، واللي نأكدوا أنه ما ثماش حد فوق القانون. اللي قالوا الأستاذ نعم ساعات الأمن ساعات ما ينجمش يتدخل في كل بقعة، وفي حتى البقعة اللي ذكرتها هذه جامع الفتح الأمن يقعد واقف في كل مثال، مش بالضبط كما قال تقريبا، ولكن يخرج مجموعة سلفية ولا مجموعة من الشباب ولا غير كيفاش قدام يهديك مربي ابعدوا ما تبعدوا ما يخليهمش يعملوا وسيلة، يتلفتوا كيفاش باش يعملوا؟ يتلفتوا الأعوان يشوفوا عمارة منا وعمارة منا، هذيك ممكن يكون فيها مريض، هذيك ممكن فيها امرأة حامل، هذيك ممكن فيها ولد صغير، هذاك ممكن واحد معناه عنده الفدة. كان استعملوا لاكريموجين باش يفرقوهم بكذا. مشكلة المواطنين معناها قاعدين يجريوا في عمارات وكذا، كان قاعدوا غادي مشكلة، بحيث أعوان الأمن نفسهم يلقاو حرج كبير يعني وفي صعوبات، لأن المسألة مش مرة في النهار معناها في تركينا، هذه كل يوم يوميا. ولذلك ما هوش غريب أنك فعلا تلقى أحيانا بطء في التدخل وإلا تردد في التدخل، لكن بصفة عامة مش ناجمة عن غياب السياسة. السياسة واضحة، وهو أنه لا أحد فوق القانون، وعلاج المسألة بالحكمة قدر المستطاع، وأن وراه ما يتجاوز حد، يطبق القانون وتلتزموا أيضا بتطبيق القانون، ما تتجاوزوا في حق حد، واللي يتجاوزوا في حقه يطبق عليه القانون كما الناس. على كل حال هذا الخيار اش نجمنا نحققوا منه في بالي قاعدين نقربوا له بشوية بشوية بصدق وأمانة، نعرفوا اللي مازال ما وصلناش للمستوى اللي نحبوه، وإن شاء الله المواطنين يعاونونا في هذا الشيء هذا، وإن شاء الله السادة المثقفين زاد كيف يضخوا في الشعب هالمعاني هذه باش الناس تراعي بعضها، لأنه التعايش العام يقتضي حقوق وأيضا واجبات.